3 حاجات لو عملتهم أضمن لك مستقبل مالي أفضل من وضعك الحالي. أهلا بيكم في رحلة جديدة مع هلال. ركز معايا في الفيديو ده جدا، لأن احنا مش هنقول لا نظريات ولا قواعد صعبة. كل خطوة في الفيديو ده تقدر تطبقها أول ما تخلص الفيديو، واضمن لك بعدها إن حياتك هتتحسن. أول حاجة، استثمر وقتك قبل فلوسك. مفيش حد يا صديقي ما بيعرفش يستثمر وقته بيعرف يستثمر فلوسه. الوقت هو أهم أصل عند الإنسان، واللي بتسحب منه يوميا، بس مش من رصيدك في البنك، من رصيد عمرك يا صديقي. لذلك ما تخليش دقيقة تروح منك غير وانت عارف هتستثمرها ازاي. رقم 2، استثمر ولو مبلغ صغير جدا جدا شهريا. الغرض يا صديقي ان احنا نعود دماغك ان هي بتطلع شهريا مبلغ للاستثمار ومحدش يقدر يلمسه. المبلغ ده بتاع المستقبل، بتاع التعلم وبتاع اكتساب مهارات جديدة وبتاع التطوير. مبلغ ثابت ولو صغير جدا هيفرق جدا في حياتك. رقم 3 بقى، ودي نقطة مهمة جدا جدا وناس كتير بتغفل عنها، راجع مصاريفك لمدة أسبوع واحد بس. اكتب كل جنيه بتصرفه في ايه وبتستفيد منه ازاي. علماء الإدارة يا صديقي بيقولوا what you can't see you can't control. اللي انت مش بتشوفه ما تقدرش تتحكم فيه. لذلك دون كل جنيه بتصرفه خلال الأسبوع واعرف انت بتصرفه ازاي وبتستفيد منه في ايه. وفي اخر الاسبوع يا صديقي هتكتشف مصروفات كتير جدا اتصرفت في سلع استهلاكيه ملهاش اي لازمه، كان ممكن توجهها لبناء مستقبلك. يبقى ال3 خطوات اللي اتكلمنا عنهم النهارده: استثمر وقتك قبل فلوسك، استثمر ولو مبلغ صغير جدا شهريا، وراقب وراجع مصروفاتك لمده اسبوع واحد بس. قول لي بقى يا صديقي في الكومنتات، كنت بتطبق حاجه من ال3 حاجات اللي اتكلمنا عنهم النهارده وناوي تطبق الباقي ولا لا؟ اشوفكم في فيديو جديد ورحله جديده مع هلال. سلام.